الراجل قبل الواقعه بدقائق بيطلب العشاء، وبعدين المضيف بيدخل له عشاء، وبعدين وهو بتقول له عايز حاجه تاني بيقول لها والله لا ده حاجه يعني الكلام حتى يعني بيقول هو لفظ برضه كان دارج على قاله، لا بيقول له ده حاجه ده يعني 100% ده يعني الاكل 100% و10 يعني حاجه كلام. الشخصيه نفسها بتاعت الجميل نفسه تبقى تكون رجل حياه. كابتن حبشي دخل، ايه اللي بيحصل ده؟ مش ايه اللي انت بتعمله ده، ايه اللي بيحصل ده كلامهم هم برضو، هم اللي قالوا، احنا ما سمعناش الشريط، احنا بنسمع بناء على التسريبات اللي بتيجي من عندهم. هم من حقهم يعملوا سبيكيوليشن، لكن احنا لا. الطياره بدات في النزول، والوضع الطبيعي زي ما قلنا لما ابتدت تنزل الوضع الطبيعي ان حد هيحاول يشيل الطياره. احتمال كبير ان الكابتن ما كانش قاعد في هذه اللحظه، لان واضح برضه من التسجيل ان هو في لحظه من اللحظات طلب ان هو يخش يتوضا عشان يصلي الفجر. في تخيلي انا ان الكابينه جوه كان فيها مش اقل من 3 أو 4 انفار. المهم ان صوت يظهر منه، لانه الاصوات هنا يعني لما بيحصل حدث الاصوات بتتداخل في بعضها، وبرضه يعني عايزه حد عشان تقدر تؤكد ان ده صوت مين او صوت مين مش بالسهوله الكافيه، لكن هو صوت البطوطي هو اللي قال فوط امري الى الله. في تخيلي ان هو قال هذه العباره عندما فشل في سحب الطياره عليه. بعد كده في صوت في الكوكبيت برضه بيقول ايه اللي بيحصل، ودي يعني في احتمال كبير انها صوت الكابتن حاتم رشدي اللي هو كبير الطيارين، يظهر ان هو كان موجود في الكوكبيت في هذه اللحظه. مسجل على الشريط ومؤكد ان في واحد بيقول، مش بطوطي، بيقول شد معايا شد معايا شد معايا. اذا ده طلب ويعني بيطلب من واحد يساعده. لا يمكن يكون يعني تخيل حضرتك قاعد في اي مكان، وبعدين في واحد بيحاول يولع الاوضه او بيحاول يعني يعمل شيء، هتروح انت معاه. لا يمكن هتقول له ساعدني، انت حاجه من اتنين، يا هتضربه يا هتشتمه يا هتقول بتعمل ايه، يعني اللفظ مش هيكون بهذا الشكل. يعني انا لو قاعد جنبي وهو بيحاول ينتحر بيزق الطياره، فمش هقول له سد معايا، هقول له انت بتعمل ايه، هصوت مثلا، هضربه، هشتمه، انا جنبي بلطه، في بلطه في الطياره كده لو هجيبها اضربه بيها مثلا يعني. وبعدين يعني نرجع نقول في الاخر ان ده عمر